هلو يا حلوين، من أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك. أول حاجة رتبت الأوضة وبعدين رشيت بطاطس بلاش أجواء بقى يعني وكده. وبعدين غسلت سناني. أول حاجة عملتها حطيت الدرس، هو أبيض مفيهوش شغل خالص، سادة كده يعني. حطيته وبدأت بقى احط التجهيزات بتاعتي بقى، مرتب والشيت ماسك وبودي سبلاش ليب جلوس، الاكسسوري اللي هلبسها والشنطة كمان. بسيبكوا بقى مع الاجواء التحفة دي. وده الشوز بتاعي، هو كده ابيض في اسود ومفيهوش اي تفاصيل كتيرة يعني. وبالنسبة للخمار قلت اجيبه بني لاني مش عندي اللون ده، تغيير يعني وكده. وهنا نزلت اتمشى انا وعيال عمتي عشان نشوف ايه اخبار الاجواء يعني وكده. هنا بقى احنا قررنا نطلب كريب وجبنا شيبسي، وهو كان جاي معاه كاتشب يعني وكده. وبالنسبة للكولا او اي مشروب يعني انا ماليش في المشاريب خالص فمجبتش معاهم، انا جبت كريب بس. بسيبكوا بقى مع التفاصيل. بعد لما اكلنا حبينا نلعب يعني وكده، فلعبت انا وبنت عمتي، في واحدة فيهم مشت فلعبنا بس 2. وده كده جزء من الالعاب، اسيبكم بقى تتفرجوا. وبالنسبة بقى لسهرة النهاردة قررت مكترش في الحاجة، قررت اجيب بس يعني شوية بونبوني على شوية شوكولاتات وكده. قررت ان انا اعيد فيلم الباشا تلميذ، بجد عمري ما بزهق منه. واسيبكم بقى مع التفاصيل الامورة دي. انا في اليوم ده قمت بدري وعملت كل التجهيزات اللي المفروض اعملها، ويلا بينا ننجز عشان مسافرين نعايد على تيتا. طبعا رحنا واتبسطنا وبدأنا بقى نجمع فلوس عشان نجيب اكل. وهنا كان الاكل بدأ يوصل، كنت بصوره لكم. وده كده منظر الاكل، واسيبكم مع التجهيزات دي. طبعا خلصنا اكل ولعبنا واتبسطنا، بس انا كنت بصور لكم الحاجات المهمة بس في اليوم. وهنا كنت في طريقي اني راجعة البيت. لو شاطرين خمنوا انا كده كنت فين، يعني راجعة من فين بالظبط. واللي هيقول صح هظهر الكومنت بتاعه الفيديو الجاي. واسيبكم بقى مع الطريق. كنت راجعة جعانة جدا، فتعالوا بينا نعمل اطيب والذ اندو. اول حاجة هنجيب الطاسة التيفال دي اللي هي تقريبا اسمها، اللي هي مش بتلزق يعني.
وبعدين هنحط مية حسب الرغبة. انا مش بحب يكون في مية كتير فحطيت الكمية دي. تالت حاجة هنستنى المية لحد ما تغلى خالص، مش هنحط الاندومي ولا اي حاجة. تعالوا بينا لحد ما المية تغلي نجهز الاندومي والبابريكا. اول كده المية غلت خلاص، فهنبدأ بقى نحط الاندومي. حطينا الاندومي، اوعوا تحطوا التوابل دلوقتي. كده الاندومي كان طاب وكل حاجة، فتعالوا بقى بينا نحط التوابل. طبعا دي توابل اللي جايه مع الاندومي عادي، مش حطيتش اي حاجة زيادة. وكمان هحط البابريكا بتديله طعم بسيط كده ولون، ودي الكمية اللي انا بحطها. وكده نكونوا حصلنا على ألذ واطيب اندومي. نحطه بقى نقدمه في طبق مع شيبستكس او اي حاجة. تعالوا بينا بقى بعيد المرة 20 تقريبا نيلي وشريهان، واسيبكم مع الاجواء التحفة دي. وفي نهاية الفيديو اتمنى الفيديو يكون عجبكم يا حلوين، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك وكومنت حلو زيكم كده عشان اكمل واستمر في سلسلة الفلوجات دي. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.